من عظمة الأهلي كل الكلام متعاد. هتعد في البطولات هتجلب العداد، وان تهت في العنوان اسأل عن الأسياد. اسأل عن البطولات وهزة الاستاد وفرحة الأولاد. وباش ناكلوهم ماكلة يا مصريين، حناكلوكوا حناكلوكوا. يمي 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 خاف يعيد. يمي 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 جوكم باهي صح، اموركم واضحة. واليوم باش نعملوكم كشري فتفاتة. شاش يقولوا لها هذيك اللبلبي كشري. قول حاحة حاحة. انت شارب حاجة؟ شارب كوكتيل. كوكتيل؟ يعني سبرتو على كونياك على بيرة مظبط نفسك يعني؟ لا ده كوكتيل فواكه. فواكه. ما تلقاش بلايص في المشويات هذوما معناتها مشويات معناتها ما يصيروش برشا ديجا. نهار اسود على الكلام. توقعات صاحبي 4 شاي المكشخ، 4 شاي 3 ينساس و1 رودريجي، وهاي مرشومة من الميكرو. الله يرحمك زلطة، آخر رصاصة ضربها ما طلعتش من الماسورة، ردت فيه وجت في صدره قتلته. 4 شاي اليوم، 4 شاي اليوم، 4 شاي. لا واثقة من نفسها مش واخد بالك. 3 دقائق في الشوط الأول في هذا النهائي في القاهرة أمام أكثر من 60,000 متفرج. يرسم كرة الشحات خطيرة بالراس، مش مقدور والهدف الأول. يا نهار اسود يا نهار اسود. حرام عليك، البنطلون باظ يا اسماعيل. اسماعيل انا شخيت على روحي يا اسماعيل. شكلك عفش موت. دي عريسة غفلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو. مبروك للأهلي، مبروك للأهلاوية، أميرة إفريقية جديدة في الجزيرة. الشناوي كابتن الفريق سيرفع دوري الأبطال. موتسيبي خطيب، فرحة كبيرة من بيبو والشناوي يمسك الكاس ويرفعها وانا في سماء القاهرة. فرحة كبيرة لجمهور النادي الأهلي، بطولته رقم 12 رقم كبير كبير برشا. أنا في البطاقة معلم بس أنا نفسي أسمعها من بقك. افرحوا افرحوا لأن فرحتكم بتوجع ناس كتير. الأهلي بيفوز لأنه الأقوى، الأهلي اللي عنده أفضل سكواد، اللي قيمة لاعبيه التسويقية هي الأعلى في إفريقيا، واللي عنده أفضل مدرب، واللي عنده أفضل مجلس إدارة، واللي عنده أفضل وأكتر جمهور. انا متفل وقالسطة ومن الحبايب عندي لستة، ينقص من اللستة واحد يجي فورا غيره دستة. انا متفل وكمان شبعان هنا وحب وحنان، ويجوز في ناس علشان تقابلني تحتاج 1000 واسطة. اوعى حد يقلل من فرحتك او يشغلك ترد عليه، لان الاهلي معلم على كل انديه القاره. يعني الفرق بين الاهلي وافريقيا كلها مش الفرق بين الاهلي والزمالك. انت بتتكلم على فرقه في 24 سنه، كم نهائي بقى في الالفيه الثانيه، كم سيمي فاينال، كم بطوله كسبوها، كم كاس عالم. لا معلش ايه يا جدع انت الكلام الباسخ اللي بتقوله ده؟ مع احترامي وتقديري في ناس كتير جدا بتزعل مني. فرقتين تراهن عليهم في العالم وانت قاعد حاطط رجل على رجل، الريال مدريد والاهلي. دي مؤامره. مؤامرة كيف يعني؟ شكلهم كده متفقين علينا بس ما عرفش نيعوا. لازم تبعد عن التعصب شويه ولازم تتكلم بعقلانيه وحياديه. النادي الوحيد اللي شال مصر كرويا اخر 13 سنه النادي الاهلي. انت ولا حاجة ولا حاجة. انت ولا حاجة ولا حاجة. انت ولا حاجة. كل اللي بيشوف الفيديو يا ريت ما ينسانيش في اللايك ودعم القناه ودعم كل محتوى اهلاوي بيدافع عن النادي الاهلي، لان الزملكاويه وكل كارهي الاهلي موجودين ورا كل الاهلاويه وبيعملوا ديسلايك علشان صوتنا ما يوصلش لكل الناس. المايسترو. الاهلي بيكسب دوري ابطال افريقيا وبيشارك في بطوله جديده، هي بطوله الانتر كونتيننتال. كونتيننتك ازاي يعني؟ انت عمرك ما كنت ننتي ابدا. انا ماليش غننا واحده الحاجه ام امين وماتت مجنونه من زمان. انت بمرت ايه؟ ننتل يا بني ادم ننتل. البطولة البديلة لكأس العالم للأندية اللي كانت بتقام كل سنة بين أبطال القارات، ده غير طبعا كأس العالم للأندية بنظامها الجديد اللي هيتلعب سنة 25 كل 4 سنين. أنا عايز أعيط يا جيم. يا جيم أنا عايز أعيط. اوعى حد يقلل من فرحتك، لأن دول كلهم في الآخر وبعد ما الجرح بيهدى بيقولوا الحقيقة. عايز أسأل حضرتك سؤال، هتقول لي نعم أو لا بس بدون تعليق. مرحبا. الأهلي أفضل فريق داخل القارة الإفريقية؟ نعم. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه. من الغباوة، من الجاهلية، من اللاوعي، وأنه إنسان لا يقدر الأهلي. إيه ده؟ أنت بتتكلم على الأهلي،
بتكلم على اشمعنى؟ لانه الاهلي نادي كبير، قوه ضاربه في مصر وفي افريقيا. افتكر الرسالة كده وصلت، المسج وصل. الحقيقة اللي بتقول إن مفيش أي نادي قدر يكسب النادي الأهلي لمدة 22 مباراة متتالية. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ الحقيقة بتقول إن النهائي بين الأهلي والترجي اتلعب ماتشين، الترجي سدد تسديدة واحدة على مصطفى شوبير. ده انت فضحتك بقت بجلاجل. معرفتش انت؟ مفيش خالص. بح. الأهلي قابل الترجي في البطولات الإفريقية 26 مرة، الأهلي فاز في 13 وتعادل في 9 واتغلب في 4 مباريات. أنا بابا يلا. نادي الترجي هو أكتر نادي الأهلي كسبه في البطولات الإفريقية. عارفها مين هو صاحب الذكريات الكتيرة دي اللي كل ذكرى فيهم مخرمة الحيطة؟ يبقى الاهلي نسر يحلق في هذه اللحظات، الاهلي يتوج بلقب هذه البطوله. انك تكسب الاهلي فده الانجاز وده الاعجاز، والتشكيك في البطولات فدي اغنيه. التشكيك يجي لما الصغير او الضعيف يكسب، التشكيك هو حجه الصغير، الضعيف قليل الحيل. انما ايه اخبار امام عاشور؟ اتدلع يا كايدهم، اتدلع يا كايدهم. خليهم يشوفونا، علمهم اصول الحسن. وعندي بس رساله للشماتين، الشماتين عايزهم يهدوا شويه، ولولا النادي الاهلي في سيستم انا كنت رديت على في واحد شخص كده، اكيد انتوا عارفينه، هجاص، هو هجاص بيرمي اي حاجه. حابب اقول له النهارده اول بطوله ليا وواخد 3 كاس عالم. امام بيحلم بايه مع النادي الاهلي؟ اللي لابس شيرت النادي الاهلي يحلم باي حاجه. في كاس عالم امام اكيد حلمك. حاجه والله طول ما لبست التيشيرت النادي الاهلي احلم باي حاجه. الحاجة يا دكتور بتقطع. الله الله الله. ولا امام، مين نادي القرن يوم؟ الاهلي طبعا. جدع، مين نادي القرن يا كابتن ميدو؟ الاهلي طبعا. زي ما انتم شايفين في فرق بين الجراحه المشرطيه وبين الليزر يا اولاد. يا اولاد حساسة أما الصح بس صح. الله 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 يا زرافة يا ناموسة يا لذيذة. الله الله يعني على بختي وبختك يا أما. عشمني بيه وغدر بيا. هو مين ده؟ حببني فيه وسابني يا أما. وطي صوتك بس، وطي صوتك. لازم نرجع لبعض يا طبش. يا ابني ايه الكلام اللي بتقوله الناس يقولوا ايه؟ نشوفوا امام عاشور اليوم بالنسبه لنا افضل لاعب، كان اخطر لاعب. صح، اخطر لاعب. يعني تحس ان اللاعب لما يلعب في الاهلي مغير تماما على الفريق اللي يلعب. لو تشوف امام عاشور في مكانه ممكن في الاهلي يكون افضل. هو مفيش حد غيره يتضرب هنا ولا ايه؟ عاوز تشوف مصر الحلوه؟ شوفها في الاهلي، مش بس انجازات وبطولات ولكن اخلاق ورقي. انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم اللي هز جبال من اول لحد الاخر. هيفضل مصنع الابطال، الاهلي مصنع الابطال في هذه الاحتفاليه التاريخيه. مصر في اسبوع واحد استضافت اكبر بطولتين في افريقيا، بطوله الكونفدراليه ونهائي دوري الابطال، على نفس الاستاد وبحضور نفس الوزير ونفس الامن ونفس الاتحاد الافريقي، ولكن اللي اختلف هو جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي ولاعبيه. الله وكيل احنا عايشين مع بهايم. فانت مع الاهلي هتتشرف، اما مع غيرنا فهتحضر طهور حماده او حنه جمالات. لاعبتنا كلهم ابطال، ولكن بطل هذه البطوله وبجداره هو مصطفى شوبير. ابن الوز عوام وبتاع. انا ابن الوز عوام، واللي مش عايز اقول لك اللي مش عاجبه ايه، انت فاهم. انا ابن الوز عوام، وانا هوريكم ابن الوز عوام ده هيعمل ايه، هيخليكم تتكلموا عليه ازاي بعد فتره ومش كبيره ان شاء الله. انا هعرف ارد على الناس دي كويس ازاي، وافتكروا الاسم ده مصطفى شوبير. مبروك ام البطل سيده مها سلامه. اولا مليون مبروك، مبروك للنادي الاهلي، مبروك للنجم
النجم الكبير قوي مصطفى احمد شوبير. الحمد لله الحمد لله. لا مصطفى الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله. تعبت قوي مع مصطفى قوي قوي والله. الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا ولا تعبه. الحمد لله الحمد لله. حبيبي يا نور عينك بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني طبعا ده انا ام البطل. انا اسمي حراق مضايقكم بغباء، ضحكتكم وراها نفاق، اصل اعرفكم مش سالكين، بتحبوا بفلوس وتنافقوا بفلوس، بس اخركم برضه كبرتوا تلاميذي وعارفين انا مين. الاهلي مش نادي بنشجعه، النادي الاهلي هو اللي بيشجعنا، والله هو اللي بيشجعنا. النادي الاهلي هو اللي بيشجع كل اهلاوي، الاهلي اللي بيشجع كل واحد حزين ومهموم ومزنوق ومديون او تعبان شايل هم الدنيا، ولكن بيجي النادي الاهلي يغير كل ده وينيمه فرحان. تعرف ان انا ممكن اخليك تمضي للزمالك دلوقتي تحت تاثير التعبان؟ لا هات تعبان هات تعبان. انت ليه قلت التعبان اهون ولا الزمالك؟ عشان انا وجمهور الاهلي جبنا حب. طب بقول لك ايه؟ وما ننساش كلنا اسطورتنا علي معلول، الاسطوره التونسيه اللي حببتنا في تونس اكتر ما احنا بنحبها، وهنفضل نحب تونس. وبرضه النادي الاهلي هيفضل متفوق على كل انديه افريقيا منهم الانديه التونسيه ان شاء الله. في كلام كتير على انتقال علي معلول لنادي بيراميدز. توصلني العقد كان كبير قوي والله زيك اهو. يعني الرقم كده ما يعني نتخيله مع بعض. ما شوشكش، الرقم ما كانش هين. شوشني واخد تشامبيونز ليج واخد كاس واخد دوري. عندك حق. الصعب اللي عليه معلول ان شاء الله لا بأس عليه. 8 دقائق اللعب في الشوط الاول. في السنه في عرض جه من احد الانديه لعلي معلول ب 25 مليون جنيه في السنه عشان ينتقل من النادي الاهلي ويروح للنادي ده، وعلي معلول رفض. ايوه علي معلول رفض وقال انا سعيد في الاهلي. الاهلي اعلن منذ قليل رسميا عن اصابه علي معلول بقطع جزئي في وتر اكيليس. وعندي علاقه ممتازه مع جمهور الاهلي اللي ما اقدرش اتخلى عنه، وانا بحس دلوقتي ان انا ابن من ابناء الاهلي، وانا بقول لعلي معلول ما تحسش، انت فعلا ابن الاهلي فعلا، مش كلاما وقولا وتمثيلا وحركات زي ما كان ولاد الاهلي بيعملوا. ان هو كان في خوف وشكوك في ان الاصابه في وتر اكيليس. 1000 مليون سلامه عليك يا معلول. للأسف شفنا كراهية كبيرة من بعض جماهير الترجي أو من بعض جماهير تونس، وأنا شايف إن كل الكراهية هي لمصر. واضح جدا إن هي سياسية وليس لها علاقة بكرة القدم. لازم المره الجايه اي واحد يدخل تونس امه وباباه والناس الكل لازم يتذكر. انا غلطان، دماغك يا ابن بوسه. مصر دايما بيوتها مفتوحة لكل العرب، ودي مش جمايل، ده واجب على مصر والمصريين. احنا جامدين قوي. كيفاش تحكي يا ودي من اول الدنيا انا نكرهكم. طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليله دي تعدي على خير. واليوم زدت اكدت اللي انا بالرسمي زدت كرهتكم. حاشا من يستاهل اما سيستمكم وتعيشوا في دوله معاقه. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ ومحتلينكم من الاخر. انتوما مصر خويا الغالي، اسرائيل محتلتكم. التقليل من مصر والمصريين مع القضيه الفلسطينيه هو جهل، وجهل بالتاريخ والمواقف، مش بشعار او تفو او اغنيه بتغنيها. لست اظنكم تتوقعون مني ان اقف امامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من اهم واخطر بل اعظم وامجد ايام تاريخ. احنا والفلسطينيين واحد من زمان قوي، وعدونا واحد على مر التاريخ. بكره بيجوا من مصر والكم 100 مليون مصري لو عطسوا اسرائيل بيطيروها، وحياتكم اللي يجوا اقتربت الساعه. انت كل علاقتك بفلسطين وغزه ان انت بتتفرج عليهم في التلفزيون وتشوف صورهم على الانترنت. لوك 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 وفعل ما فيش. الفلسطينيين اللي باكد لك ان هم بيحبوا النادي الاهلي وبيشجعوا النادي الاهلي ويفضلوا يشجعوا النادي الاهلي، لان الاهلي برضه هو مصدر فرحتهم. انه احنا خلال الضغوطات هاي اللي بنعيشها والظلم والقهر والحزن اللي بنشوفه
كان لابد انه نبحث عن فسحه امل، عن شويه فرحه وسعاده. كنا متاكدين انه النادي الاهلي هيمنحنا اياها. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك. اعمل زي النادي الاهلي وزود شعبيتك وسيبك من الكبير. بسودش وجهنا، لا ببيضوه. واخر مرة فازوا كاس افريقيا، فازوا ورفعوا راسنا مش مرة ومرتين. اهلاوي انا والفخر ليا، انا نادي القرن في القارة هو ناديا، واعيش واموت وافضل. واضح ان الحلقة دي مش هنقدر نخلصها وهنحتاج لجزء تاني، ولازم نفرح ونفرح. وشكرا لكم اعزائي مشاهدي قناة المايسترو، والى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات المايسترو. ما تنسونيش بدعم القناة بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.